قامت الدنيا على السعودية ولم تقعد، وتعرض شيوخ السعودية تحديدا إلى حملة منقطعة النظير، وأنا أتذكر في ذلك الوقت، وأنا شاركت يعني في ذلك الوقت، كنت منبهر بحزب الله. الآن بان الثلج، ذاب الثلج وبان المرج. كل الذين كانوا ضد السعودية في ذلك الوقت 99% يؤيدون الموقف السعودي. ليش؟ لأنه السعوديين سبقوا الجميع ورأوا إلى الأمام. هذا مش حزب الله هذا حينما كان يحارب إسرائيل وقفت أدافع عنه ضد المشايخ في المملكة عندكم في السعودية، كبار المشايخ الذين حذروا من هؤلاء وحذروا من فتنتهم وحذروا من تقيتهم وحذروا مما يبطنونه في أنفسهم. أنا وقفت أدافع عنهم، ويبدو أن هؤلاء المشايخ كانوا أكثر نضجا مني وأبصر بالأمور مني، وأنا أخذت الأمور على ظاهرها. أنا أريد أن أجمع المسلمين، أريد أن أقرب بين المسلمين، مسلمين ويحاربوا الصهاينة، كيف أقف مع الصهاينة؟ ولكن يبدو أن المشايخ رحمهم الله إذا كانوا موتى وحفظهم الله إذا كانوا أحياء